لو انا كنت ماشي على دايت وعكيت بشكل معين وحسيت ان وزني زاد في الفتره اللي انا قعدت اكل فيها اي اكل، او مثلا اتعزمت في مكان او رحت صيفت، فايه اللي هيحصل؟ الطريقه اللي انا عاملها عشان ارجع وزني يخس تاني. ناس كتير لما بتروح تلخبط في مصيف او تاكل اكل زياده او كده بيرجعوا عشان يخسوا بسرعه، يرجعوا يمشوا على منظومه اكل صعبه وقاسيه جدا عشان يعوضوا اللي فات. ودي طريقه غلط في نظام الاكل، بسبب ان انت لخبطت او زدت في الوزن كام كيلو. كل الفكره ان انت هترجع تمشي على نظام الميكس دايت او نظام قليل السعرات اللي احنا ماشيين عليه عشان جسمك يرجع يخس بهدوء تاني. لكن فكره انك تعمل دايت كيميائي او تمشي على عصير بس او فاكهه بس طول الوقت بعد ما تاكل او تعك، ده مش صح لسبب صغير، لانه ممكن يحصل لك هبوط في الضغط، هبوط في السكر، هبوط في الدوره الدمويه، ياثر على النشاط الحيوي بتاعك، وياثر على صحتك، وياثر على جلدك، ويعمل لك مضاعفات كتيره توصل للجفاف، وده مش صح لصحتك.